السلام عليكم. اي حد ما بيحبش اللحمه الضاني يجمع هنا حالا. هنعمل مع بعض طريقه خطيره مريبه للحمه الضاني، ومش هتحسوا انكم بتاكلوا لحمه ضاني خالص من حلاوتها، وحتى اللي مش بيحبها زي كده هيحبها بعد الطريقه دي. انا من الناس اللي استحاله اكل لحمه ضاني خالص، بس بعد ما بقيت اعمل الطريقه دي ما بقيتش اكلها غير كده، طريه كده زي الملبن وغرقانه كده في الصوص. كفايه بقى رغي كتير، ويلا نشوف الطريقه بسرعه. بس ما تنسوش قبل ما نبدا تشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه هجيب حله واسخنها كويس قوي، واحط فيها معلقتين كبار من السمنه وعليهم معلقه كبيره من الزيت علشان السمنه بس ما تتحرقش. بعد ما السمنه كده تدوب هحط قطع اللحمه وارصها جنب بعضها مش فوق بعضها، علشان اللحمه كلها تاخد سوا كده واحد وتتشوح كلها كويس زي بعضها. بسيبها بقى على نار عاليه قوي لغايه لما تتحمر كويس. وبعدين احط عليهم 3 ورقات لورا وخمس فصوص حبهان وفص واحد من المستكه. ما نكترش مستكه علشان الشوربه ما تمررش، ونشوحهم كده دقيقه على النار مع اللحمه. وبعدين نحط عليها ميه مغليه ونغطيها ونسيبها تستوي خالص لغايه لما تشرب الميه بتاعتها على نار هاديه. احنا مش بنحط ميه كتير، يعني حوالي كده كوبايتين. بعد ما تشربها كويس لو لقيناها لسه ما استوتش نزود حبه كمان لغايه كده ما تستوي تبقى طريه خالص كده. خلاص بعد ما استوت وشربت الميه بتاعتها واتبقى بس شويه الدهون اللي هي نزلتها، هحط عليها بصله مبشوره ناعم قوي وبشوحها. وبعدين بعد ما البصله بتتشوح كده وتدبل شويه، بحط عليها نص كوبايه من صلصه الطماطم، دي كانت في الفريزر. وبعدين هنحط الحاجتين دولت هم اللي هيخلوا طعمها ايه ولا يولع على الاخر. هنحط معلقه كبيره من الصويا صوص ومعلقه كبيره من صوص الباربيكيو، ومعلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود والبابريكا والبهارات المشكله. لو ما عندكوش الصوصات ديت خلاص استغنوا عنهم، بس دول هم اللي هيخلوا ما فيهاش اي ريحه للحمه الضاني خالص، اللي بعض الناس ما بتحبهاش كده واللي انا منهم. نقلب كده كله مع بعض كويس قوي، ونسيبها على النار حوالي كده 5 دقايق لغايه لما تغلي كده مع بعضها. وبعدين نطلع ورق اللورة والحبهان علشان بس ما يجيش في بق حد وهو بياكل ويدعي علينا. المشكله ان كل مره ببقى اعديهم علشان لما اجي اطلعهم ما انساش ولا واحده، وكل مره برضو يتبقى واحده ما لاقيهاش. مش عارفه بتستخبى في انسجه اللحمه دي ولا ايه، وفي الاخر تطلع لي انا وانا باكل كانها بتعاندني. وبس كده خلاص خلصنا. شايفين الجمال والحلاوه والطعامه دي؟ حابين بقى بعد كده تدخلوها الفرن تحت الشوايه تاخد لون بس ماشي، حابين تولعوا فحمه معاها علشان تبقى كانها كده مشويه برضو ماشي. في كل الحالات هتبقى عجب العجايب، طريه طريان ما حصلش، ومليانه بقى صوص ده لوحده حكايه. نعمله بقى معاها شويه طحينه مع عيش او رز علشان الصوص هتبقى ايه فلالي كده. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.